البسبوسة السهل الممتنع. طبعا في ناس كتير جدا مش بيحبوا يجازفوا ويعملوا البسبوسة في البيت. احنا بقى هنعملها في البيت بطريقة سهلة جدا، هتنجح معاكم من اول مرة، هتطلع معاكم طرية وهتشرب الشربات وهتبقى مرملة وسكرها مظبوط وطعمها تحفة. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. عندي كوبايتين من السميد، ده دقيق السميد العادي اللي من غير اي اضافات، هحطهم في بوله وهزود عليهم نص كوبايه من السمنه السايحه بس مش السخنه، وهبس بقى دقيق السميد مع السمنه كويس جدا علشان البسبوسه تطلع معاكم طريه. لازم تقلبوهم كويس قوي مع بعض. في بوله تانية هحط كوبايه الا ربع من السكر الابيض، ولو انتوا عايزين تقللوا السكر لنص كوبايه مفيش مشكله خالص. وبعد كده هحط نص كوبايه من اللبن ومعلقتين كبار من عسل الجلوكوز، لو مش عندكم حطوا بداله عسل نحل. هاخد الخليط ده اسخنه في الميكروويف 40 ثانيه، وممكن طبعا تسخنوه على النار بس النار تبقى هاديه علشان انا عايزه بس السكر يدوب والخليط ده يبقى دافي بس مش سخن. خلي بالكم من النقطه دي. هضيفه على خليط السميد والسمنه اللي انا كنت مقلباهم مع بعض، وفي المرحله دي مش هنقلب كتير خالص علشان البسبوسه ما تنشفش منكم. احنا بس كده بنلمها لحد ما كل السوائل تختفي، وده القوام بتاعها. هدهن صينيه كويس جدا بالسمنه، والصينيه هنا مقاس 28 وتقدروا تعملوها من اول 25 عادي جدا، بس السمك بتاع البسبوسه هيبقى اعلى. هبتدي ان انا احط خليط البسبوسه بالشكل ده واهز الصينيه كده علشان تتفرد معايا، وهبل ايدي بالسمنه وهبتدي ان انا افرد سطح البسبوسه بالشكل ده علشان يبقى مستوي ولونه كل واحد. وبخبط الصينيه كام خبطه كده علشان تطلع اي هوا زياده. هدخلها التلاجة ربع ساعه قبل ما ادخلها الفرن يا جماعه، والنقطه دي مهمه جدا علشان البسبوسه تطلع معاكم متماسكه وحلوه. تدخل على فرن سخن، بكون مشغلاه من تحت بس على درجه حراره 200 والرف الوسط، وهقول لكم امتى بقى تفتحوا لها الشوايه. واول ما تدخل الفرن على طول بجهز لها الشربات، كوبايه من السكر عليهم كوبايه ونص من الميه، اقلبهم الاول على البارد وبعد كده ارفعهم على نار عاليه. اول ما يغلوا كده احط عصره بسيطه قوي من الليمون وبغطي النار واسيبه 10 دقايق. ولو في على الجوانب كده اي سكر بمسحه بفرشه مبلوله ميه، وكمان لو في اي شوائب بشيلها بالمعلقه. وبعد العشر دقايق بضيف نص معلقه صغيره من الفانيليا ومعلقه صغيره من السمنه البلدي، وبس كده الشربات بقى جاهز عندي. بيبقى خفيف قوي كده وعامل زي الميه بسكر. وادي البسبوسه بقى الجوانب بتاعتها بدات تبقى لونها ذهبي كده، على طول بفتح لها الشوايه علشان تاخد لون موحد وحلو زي ما انتم شايفين كده. وهي سخنه على طول بنزل عليها بالشربات، والشربات طبعا ما بيكونش لحق يبرد، يعني بيكون دافي شويه. وهسقيها بكميه الشربات كلها، وما تقلقوش خالص انتوا اول ما تغطوها تسيبوها 10 دقايق هتلاقوها شربت الشربات كله وبقت بالشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. ريحتها تحفه يا جماعه، شايفين بقى شاربه الشربات وطريه جدا. سيبوها تبرد على الاقل 4 ساعات قبل ما تقطعوها، والاحلى بقى تسيبوها لتاني يوم بتبقى طعمها احلى ومتماسكه اكتر. وبصوا بقى شكلها، اللون بتاعها من كل ناحيه واحد وطريه جدا ومش مستحمله اصلا في ايدي، واظن الترميله بتاعتها باينه قوي في الفيديو. ومفيش احلى من بسبوسه بالقشطه وعليها رشه مكسرات، بجد طعمها كان تحفه يا جماعه ومرمله وبتدوب كده في البق. ومشيتوا على الخطوات بالظبط هتطلع معاكم ناجحه من اول مره، وهتاكلوا احلى بسبوسه واحلى 100 مره من الجاهزه. وطبعا انا عامله لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام، طبعا الجرام لو مشيتوا بيه هيبقى ادق وهيبقى احسن. جربوها، انا واثقه جدا انها تعجبكم. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.